مرحبا بكم. المرأة كتقول يعجبهم الحال كي سمعوا خبر توقيف حفيظ الدراجي من التعليق في بيان سبور، ولكن نظن هذا هو خبر فقط، ولكن نستناو التأكيد مع الأيام. خليكم مع الفيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. حفيظ الدراجي وعلى سلامتنا، على سلامتنا دولة قطر. حفيظ الدراجي مدة هذه هو كيسب وكيعير في دول عربية إسلامية تربطكم مع علاقات طيبة وساكتين. جبدها مع سوريا، جبدها مع المغرب، جبدها مع العراق، جبدها مع الإمارات، جبدها مع مجموعة من الدول وانتم ساكتين. ولكن حينما تعلق الأمر اليوم بقطر، شنا قطر تحركت. قبل أيام كما تبعتوا معنا كانت واحد التدوينة مثيرة للجدل للمسمى حفيظ الدراجي بخصوص يعني الوضع الحالي في إيران، وأعلن هو عن التضامن ديالو مع إيران وكذا وكذا، وعلى الدول أن تتضامن مع إيران. وهذه التدوينة كانت في الوقت اللي إيران كتضرب قطر. المهم ناض عليه صداع كبير داخل قطر. الأخبار اللي وصلتنا إخواننا الكرام بأن قطر أوقفته لحدود اللحظة عن التعليق، وتمت إحالته للتحقيق. وكإجراء اليوم كان غادي يعلق على المباراة، كان مبرمج أنه يعلق على المباراة ديال مانشستر يونايتد وكذلك نيوكاسل، ليتم الإعلان على تحييد حفيظ الدراجي من هذه المهمة وتكليف المعلق العماني عامر الخذيري.